السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. كتير يا أصدقائي من الأزواج شكوتها إن الزوجات ما بتسمعش، يجي يقولي ما بتسمعش كلامي، ما بتسمعش كلامي، ما بتطعنيش. طيب ليه؟ أنت ما سألتش نفسك السؤال ده ليه؟ هل أنت زوج لازم هي تطيعك؟ هل فيك معايير الزوج اللي المفروض تطيعه الزوجة أصلا؟ لأن هنا الأنثى مش بتخضع أو بتطيع أي رجل، مش أي رجل هي هتطيعه أو هتخضع ليه. يعني ممكن تتمرد، ممكن تقول 1000 مرة لأ، ممكن ما يبقاش فيه طاعة من الأساس ليه، ولكن الأمر يختلف تماما مع الرجل الحقيقي. الرجل الحقيقي اللي بيهيئ لها أصلا أسباب وبيهيئ لها الظروف إن هو يكون هي تحس معاه بالأمان، وإنه السند فعلا، وإنه يكون سند ليها مش عبء عليها. وبالتالي فهي لما هتحس بالراحة من جوه، الراحة داخليا بالأمان والاطمئنان والسند والاحتواء، وإنه فعلا قائم عليها بالرعاية والحماية وكل حاجة، كل السبل المهيئة إنه فعلا يكون راجل فعلا ليها. هي من هنا مهما كانت قوية، مهما كانت قوية ومهما كانت ايه، هي هتخضع وهتطيعه وهتحس معاه بانها ايه، يعني تحت قوامته. هنا السيدة او الانثى هتختار انها تطيع، وانها تبقى تحت قوامة، وانها تبقى انثى حقيقية مع الرجل الحقيقي، ولكن لا تجبر على كده. مش هتحس ان هي مجبرة على كده فهتعملها، لا مش هتعملها، هي هتعاد. انما هي اللي هتختار تكون كده باحساسها الداخلي ناحية الشخص فعلا الراجل الحقيقي. هي هتختار ان هي تكون هادية، وفعلا هي تبقى هادية، وانها تبقى واثقة في كل تصرفاتها وفي كل افعالها، لانها هو بيطلع افضل نسخة منها. هو الشخص نفسه بيطلع افضل نسخة منها. وقتها هتحس فعلا ان هو عاوز يحتويها، وانه يطلع افضل ما فيها، وانه هو فعلا يكون سند ليها بالحقيقة، مش محتاج انه يحاربها او انه يكون ند ليها، او انه ما يبقاش سند ليها، او اي حاجة تدل على انه يبقى راجل حقيقي ليها. هي بطبيعتها عموما الانثى صعب انها تطلع الهدوء بتاعها وافضل نسخة ليها الا للي يستحقها بجد، اللي هو قادر يحتويها بجد. وهي ما هي الا رد فعل، رد فعل لكل أفعال بتصدر من الرجل عموما. مفيش أنثى حقيقية تتكسر علشان خاطر تطيع. بالعكس، هي ممكن مثلا ايه قدامه كده، لكن هتدعي عليه من وراه، مش هتحبه، هتكرهه، هتبقى قاعدة مجبرة معاه، مش هتديه النسخة الصادقة منها. المنافق بس اللي ممكن يقدر يستمر في النفاق، ويستمر في انه يظهر الصورة دي، ولكن في الخفاء بيبقى في حاجة تانية خالص. فمفيش أنثى قوية صادقة مع نفسها هتقبل ان هي تتكسر بالغصب عشان تطيع. الأنثى الحقيقية القوية لازم الاحترام، ثم الاحترام، ثم الاحترام تملكها وتأثيرها. غير كده لا. وافتكروا دايما انه لولا انتوا ما كانت اي انثى تضعف. وهي تثق، مجرد ما تثق وتدي ثقة وأمان وتآمن، خلاص هي تطلع أفضل نسخة عندها. هي قوية جدا، ولكن بتضعف باختيارها للرجل الحقيقي، اللي هو أصلا سند، اللي هو أصلا يحتوي، اللي هو أصلا يطلع أفضل نسخة منها، اللي هو أصلا دايما عارف كل حاجة عليه، وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا.